السلام الخوت، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذه قصه جديده من القصص ديالنا. ما تنساوش ديروا لايك وكومونتير، نتمنى تعجبكم. بسم الله. كيقولوا بلي الام هي المدرسه، ونساو بلي الاب هو الجدار والقدوه ديال ولده. حليت عينيه على الوالد. الطفوله ديالي ما كانتش عاديه، تربيت بين الجبال والغابات. حليت عينيا في واحد القريه صغيره في اكبر ولايه في ميريكان. والوالد هاجر من المغرب وداني معاه. الوالدة طلقات منه ورفضت انني نبقى معاها، تزوجت وعاشت حياتها. عمرني دويت معاها وما عرفاش حتى كيفاش دايره. الوالد هو كلشي، وخا الطبع ديالو غامض. الوالد كان فلاح بسيط، كيحرث الارض وكيربي الدجاج. كانت سميتو مصطفى. الوالد كان صحيح تبارك الله، وكان من اصحاب المستشفى اللي عمرهم خده. كنت كنبغي نعاونو حيتاش كان كيضرب تماره ديال بصح، هو ما كانش يخليني، وكان كيوصلني غير على القرايه ديالي. عايشه معنا في الدار واحد المراه سميتها ايما. كانت في الستينات من عمرها، كنعتبرها بحال جده. هاد الدار والارض ديالها في الاصل، والوالد ملي جا اول مره هنا رحبات به، وخا عنده تربيه في يديه. اقترحت عليه هو يخدم حيت هي كبرت في السن، وفي المقابل نعيشو معها وتربيني. كانت مرح لينا وكتبغيني. وصفت لكم كل شيء الا انا. سميتي بدر. شخصيتي كانت بحال شي طرزان، ديما هرب للغابه تابع الحيوانات. الوالد كيخاف نطيح في شي حيوان مفترس في الغابه ويفترسني، وخصوصا كانت الغابه اللي عندنا كبيره، ولكن ما كانش يقدر يحبسني. كملت 6 سنين في القريه، كنت كنتخيلها بحال شي جنه. كنت ديما هارب الأيمة للغابة، ومعاه هي كبيرة في السن وغليظة ما كانش تقدر تتبعني. ولكن إلا شافني الوالد كان كيشبع فيا ضرب. ايما تبناتني باش صاب لي الوراق ونقرا في شي مدرسة. من بين المواهب اللي كانوا عند الوالد هما القنص والصيد. كيمشي كل 15 يوم تقريبا باش يصيد، وكنت كنمشي معاه حتى انا. اول مرة منين شفت الوالد كيفاش مركز مع ديك الحجلة اللي طايرة في السما، حسيت بالاعجاب. تيرا فيها وطاحت. ضل عندي، شافني لقاني حل فمي، هزني الفوق كتافو وبدا كيعلم فيا. بغيت نتيري على واحد الحجله ما قدرتش، جاتني ديك البندقيه ثقيله بزاف. بقى كيضحك عليا وقال لي ما غاديش تقدر، خصك على الاقل تكون عندك 20 عام الفوق. من داك النهار تحديت راسي، وليت يوميا كنتريني باش يديا صحاحو. صدمت الوالد حيت ولد 13 عام وليت كنمشي مع الوالد للغابه وكنصيدو بجوج. عمرني زقلت شي وحده، كيبقى غير كيشوف فيا وساكت. وانا كنتسنى منه يمدحني. قال لي واش ما كيبقاوش فيك الحجلات اللي كتقتل؟ قلت ليه وعلاش غيبقاو فيا؟ بالنسبه للوالد انا ما كنتش دري عادي، خاصني عاد نكون كنتاثر بالدم، وملي كنشوف شي حيوان ميت ونبدا نبكي. ولكن انا كنت في شكل اخر. الوالد حاول يعرفني على شي دراري من ولاد القريه باش نبقى نتوانس معاهم وما نبقاش منعزل. ريحت معاهم، بداو كيفكروا فاش غادي نلعبوا. قلت لهم واش عمركم درتوا مغامره في الغابه؟ كلشي قال لي لا. اقترحت عليهم يدخلوا، ولكن كلشي كان خايف. انا بوحدي اللي كنت متحمس. في الاخير قدرت نقنعهم. واحد الدري شفر لباه مكحله حيت قلت ليه كنعرف نصيد مزيان. دخلنا وكنا خايفين، وانا كنبقى نضحك عليهم. بقينا غاديين وهي تبان لي حجله، وانا نقولها لهم. شافوا الفوق وبقاو حاضيني. قلت لهم باش يسدوا ودنيهم. ضربت الحجله وطاحت في البلاصه. بقاو عليا كي درتي ليها، انت احسن من والدينا. وانا كنت فرحان. واحد الدري بقى كيترعد وكيشوف واحد القنت. من شفت فيه كان كيشوف بلي خنزير بري كيشوف فينا. قالوا لي الدراري يلا نهربوا. قلت لهم الا هربتوا راه غادي يتبعكم. ما سمعوش ليا وخافوا وبداو كيجريو. شافهم وبدا كيجري وراهم. بغيت نتيري فيه، ولكن كان كيتحرك بزربه، ما قدرتش نركز عليه. هما كيغوتوا، واحد تلوات ليه رجلو وهو يطيح، الاخرين هربوا وهو بقى طايح. الحلوف قرب ليه، طلعت بالزربه للشجره وتيريت فيه. الخنزير سمع صوت ديال القرطاس وهو يهرب. عاونت الدري اللي كان طايح تمينا خارجين من الغابه.
في الخرجة ديالنا من الغابة بان لي الوالد والاب ديال الدري اللي عتقته وشي رجال اخرين. الاب ديال الدري اللي عاونتو شكرني. انا كنت كنستنى الوالد يقول لي انت بطل، ولكن صدمني بواحد المسمنه في وجهي. دار لي ميزاجور، قال لي اخر مره تدخل لهاد الغابه. دخلت للدار معصب، مشيت لبيتي وسديت عليا. سمعت الوالد دخل وقال الإيما من اليوم ممنوع يخرج، يبقى غير في الدار محبوس حتى يدير عقله. ما خرجت داك النهار من بيتي. في العشاء جات عندي إيما دخل لي العشاء وقالت لي دير عقلك، انا غادي نهضر مع باك باش يسمح ليك. وقالت لي اخر واش نتوما مازالين صغار وداخلين الغابه في داك الوقت؟ تخيل كون هجم عليكم شي حيوان وقتل شي واحد في صحابك، غادي تسمح لراسك الا مات بسببك؟ قلت ليها الا مات غادي يكون هو ضعيف وما قدرش يدافع على راسه. تصدمات مني، وحتى الوالد صدق كيتصنت. دخل معصب وقال لي عندك 20 يوم ديال العقوبه، غادي تبقى في بيتك وممنوع تخرج. خرجوا سدوا عليا، وفعلا كان الوالد قد كلمته. بقيت في البيت كنطلع على الوالد وهو كيحرث الارض. كملت ديك 20 يوم غير بزاز وما رجعتش للحريه ديالي. ولاو تيدوني المدرسه وتيرجعوني. اما قالت لي الا التزمتي كيف ما بغى الوالد ديالك غيرجع يثيق فيك، وداكشي اللي وليت كنحاول ندير. تبدلت وليت مهتم بالدروس ديالي وكنعاون الوالد، واخيرا ولا كيخليني نخرج. ولكن الصيد تمنع عليا في مره، حيت ديك الايام جاو شي مسؤولين وداروا بلاكات قدام الغابه باللي الصيد غادي يتمنع والحجل ولا قليل في ديك الغابه، وداروا شي سناسل تما باش حتى حد ما يدخل. الوالد شافني كيفاش كنت كاعي، قال لي هاك احسن تهنينا من ديك الغابه. واحد النهار وانا كنسرح المعيز جاني بلان فراسي. رجعت المعيز وقالت لي ايما فين غادي؟ قلت ليها غير واحد الدري صاحبي ما غاديش نتعطل. خديت الموس اللي كان كيقطع به الوالد الخشب صغير وخصت الغابه. تفكرت الايام بقيت كنضحك، نقزت السناسل ودخلت كنتخبى من الحيوانات حتى كنقرب ليهم وكنبغي نضربهم كيهربوا ليا. من بعد طلعت فوق واحد الشجره. ملي نزلت من فوق الشجره لقيت عصا ديال الخنزير. بديت كنسمع شي اصوات وانا نخرج من تماك. رجعت للدار. من بعد جا الوالد وهبطت كنتعشى معاهم. الوالد قال الإيما غادي يجي واحد الراجل يشري الجبن والحليب. قال لي وجد راسك ابدر غادي تعاونني. الغد اللي فيقني في الصباح بكري، حلب المعيز والبقر بالآلات وحط كل حاجه في بلاصتها. وجد جبن وهو فرحان، حيت كانت هذيك اول مره غتجينا شي كوموند كبيره بحال هادي. وصل السيد، مشينا لعندو وضيفناه وبدينا كنقرو ليه في السلعه. سمعت صوت الكلب كينبح موافاش ليه، شويه مدرج كيغوت. ملي مشيت كنشوف تكون الصدمه الاولى ديالي في حياتي. كان هذا هو الجزء الاول من القصه. نتمنى تدعموها باش نحط لكم الجزء الثاني في اقرب وقت. تهلاو.